اتحاد القوى الكردية روجافا تأسس في 29 من شهر آب أغسطس العام 2019، ويتشكل من 5 أحزاب كردية وشخصيات سياسية مستقلة. وانتخب المؤتمر القيادي عبد الكريم سكو كمنسق عام للاتحاد. اتحاد القوى الكردية روجافا، وكما جاء في كلمة رؤساء الأحزاب المنضوية في الاتحاد، هو إطار للعمل السياسي والحزبي المشترك وتنسيق المواقف وتوحيد القدرات والطاقات والإمكانيات المتاحة والعمل على تعظيمها لخدمة الأهداف الرئيسية والثوابت المشتركة. أهم شروط العضوية والانضمام لاتحاد القوى هي أن يكون الحزب مرخصا من الإدارة الذاتية. ويتألف اتحاد القوى الكردية من 5 أحزاب، وهي البارتي الديمقراطي الكردستاني سوريا، يترأس الحزب عبد الكريم سكو، من مواليد قرية معشوق التابعة لبلدة تربسبية، العام 1955، حاصل على دبلوم إلكترونيات من دمشق، وحاصل على دكتوراه فخرية من جامعة الإدارة والتطوير الأوكرانية. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1967. حزب التآخي الكردستاني، يترأس الحزب عدنان عمر كيلو، من مواليد بلدة تربسبية، 1970، خريج المعهد الفندقي. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1988. حزب الاتحاد الوطني الحر، يترأس الاتحاد الوطني الحر في المهجر السياسي توفيق حمدوش، وتم تكليف بجان رمضان إبراهيم في الداخل برئاسة الحزب، وهو من مواليد عين ديوار، 1962، حاصل على شهادة إدارة الأعمال وشهادة دبلوم التربية الرياضية. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1977. حزب النضال الديمقراطي، يترأس الحزب على مبدأ الرئاسة المشتركة كل من خناف محي الدين ملا، من مواليد قامشلو، 1973، تحمل الشهادة الإعدادية. انخرطت في العمل السياسي الكردي منذ العام 2010. سعود مجدل، من مواليد 1973، يحمل الشهادة الإعدادية. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 2011. الحزب الجمهوري الكردستاني سوريا، تأسس في العام 2019، يترأس الحزب بكر محمد عيسى، من مواليد كوباني، 1966، حاصل على شهادة الثانوية العامة. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 2017.